حاجة ناقصاني مع جوزي، بس أنا بحس إن إحنا متجوزين من زمان. يا راجل ده انا مصدقت انك رجعت. أنا ما برتاحش لكريم ده. أنت بقى تعرفي كريم من زمان؟ كل الرجاله بقت كتاب مفتوح خالص. ده أنت خبرة. شركة ار ان جي كلموني وقالوا لي ان هم عايزين يقابلوني يوم الاحد. مين الماركتنج مانجر هنا اصلا؟ كريم ازيك؟ إيه المفاجأة دي؟ تعمل إيه هنا؟ البيه ما قالكمش ان انتوا هتشتغلوا في الشركه مع بعض؟ فعلا؟ بصراحة كده حاسس ان انا وجودي هنا مش على مزاجي. انا بقول بقى انا مخلف. مش عارفة، خليني أفكر في الموضوع ده. بجد مبسوط وأنت شغال معانا؟ انا مش بحس ان انتي مديرتي خالص، بجد بقيت ببقى مبسوط قوي كل يوم الصبح وانا جاي الشغل. وأنا كمان متحمسة قوي وأنا جاية الشركة. طب ده معناه ايه؟ هات لي فوطة من عندك يا كريم. كريم مين يا حبيبتي؟ وأنا قلت كريم؟ يخرب بيته، واكل لي دماغي من الصبح. ده واضح ان هو لسه واكل دماغك لحد دلوقتي. امسكي. والله يا استاذ شريف انا مش عارف اعمل معاك ايه بصراحه. لا انا مقدم لك لحد دلوقتي 4 تصورات، مفيش حاجه عاجباك، فمش عارف اعمل ايه. لا ما اقصدش ان انا مبقاش عندي يعني. طيب ماشي، اديني لحد بكره بالليل زي دلوقتي كده وهرجع لك بتصور. ماشي مع السلامه. بعدين بقى في ابن المجنونه ده. يا كيمو عامل ايه يا حبيبي؟ انت في البيت؟ طب اقول لك ايه، هتجيلي اجيلك. عايزك. لا حوار شغل. طيب يا حبيبي مستنيك. ماشي متتاخرش. مع السلامه. ليه يا زياد؟ يعني انا جاي اقعد في الليفنج براحتي، جايب لي كريم؟ هو مقرر عليا صبح وليل. معلش يا حبيبتي، عايزه في حوار شغل والله. على فكره انا مديرته، خد بالك من الموضوع ده. لا ما انا واخد بالي، بس انت عارفه كويس قوي ان وضع كريم ده وضع مؤقت، وان مش ده مكانه الطبيعي. كريم اقوى مني ومنك. ماشي، بس على الاقل ابقى خد رايي. ايه ده جه بسرعه قوي. حبيبتي ساكن في العماره اللي جنبنا، عادي يعني. طب انا هسيبكم بقى تقعدوا براحتكم، اخش جوه. ماشي. جاي اهو. انا ابتديت احس احساس غريب، وعايزه اشارككم اللي انا حاساه. فاكر لما انت كنت عايز تظبط البيت وعارف ما تفكرنيش ما تفكرنيش. فاكر لما هو دخل عليك؟ يا نهار اسود على اليوم ده، يا نهار اسود. ده كان يوم ده. قول للبيل اللي عندك انه لو اتاخر بكره في الشغل هزعله، ما يرجعش بقى يقول اصل انا صاحب زياد. انا ما عنديش هزار في الشغل. هو داخل فتح الباب عليك فجأة اهو. وكان ايه بس انت مع البنت في الاوضه تقريبا. يا بص، جوزك حابسني ومش راضي يروحني وبيشربني حشيش كمان. لو انت غلبان قوي انت الضحيه مش كده؟ بقولك ايه، لو سمحتوا وطوا صوتكم عشان عايزه انام. اللي انا حاساه ده مخوفني. حاسه اني ابتديت اتعلق براجل غير جوزي، وانا ما اقبلش بكده. لازم اوقف الاحساس ده، صح؟ أنا بسأل مين؟ طبعا ده غلط، ولازم أوقف الكلام ده. صباح الخير. صباح النور، حضرتك متأخرة باين؟ لا انت اللي جاي بدري. في حاجة معينة عايز تثبتها عشان كده جاي بدري؟ أنا مش محتاج أثبت حاجة، أنا شاطر وملتزم بطبعي. شاطر وملتزم، اوكي. طيب يا شاطر تعالي لي على المكتب كمان نص ساعة عشان عايزك.
طب وليه كمان نص ساعه؟ طب ما انا ممكن اجي دلوقتي، انا خلاص يعني شبه خلصت. تحمس الاوفر تيم. يا شاطر دي بقى، استني كده. ها؟ يا شاطر دي. رمضان لو سمحت هات لي النسكافيه بتاعي. تشرب حاجه؟ ممكن قهوه مظبوط. وواحد قهوه مظبوط لاستاذ كريم. هو عندي في المكتب. شكرا. طب ايه؟ يلا نبدا. لا استنى عليا لما فوق اشرب النسكافيه بتاعي. انا قلت لك استنى نص ساعه، انت اللي اصريت تيجي. انت من الناس بقى اللي لازم تشرب قهوتها على الصبح عشان تعرف تتعامل مع البشر. انا كده جيت. وبتقعدي بقى ايه تصوري النسكافيه بتاعك بالفوم، صح؟ لا تحطيه على طبعاً الانستجرام وانا عارف انا، وتحطي الايموجي السانشاين وتقولي جود مورنينج. لا طبعا انا مش بعمل حركات. لا بتعملي كده، وهو اصلا نسكافيه مر وعايزه تبين للناس ان الحياه جميله، صح؟ ايه الغلاسه دي؟ يعني بصراحه ممكن اعمل كده يعني مره او مرتين بالكثير. ماشي. انا هرشك، انا هرشك. مش فارقه معايا على فكره. اخبار ندى ايه صحيح؟ ندى مين؟ ندى قشطه يعني، الحياه لطيفه. هي ظريفه على فكره. ظريفه جدا، بس عارفه كده داخله جد قوي يعني. عارفه الناس اللي عايزه تتجوز وخلاص. عارفاهم، ما انا اتجوزت كده. سوري مش قصدي. لا ما تفهمش غلط، انا طبعا بحب زياد. بس انت اصلا عارف احنا اتجوزنا ازاي؟ لا بصراحه هو عمره ما قال. صاحبك ده اصله غريب قوي. فضلنا قاعدين في وش بعض في الشركه سنتين، كل يوم نشوف بعض، بس مفيش اي حاجه بينا، ولا قال لي اي حاجه، ولا قال لي انه بيحبني، مفيش اي حاجه من الكلام ده. وبعدين فجاه لقيته داخل عليا وبيقول لي انا عايزه اتجوزك. انا ساعتها كمان كنت عايزه اتجوز، ولقيته راجل محترم وكويس، فقلت ليه لا، فوافقت في نفس القعده. ده بجد؟ يعني مفيش بقى حب بقى وشحتفه واو، ولا سسبنس ولا اي حاجه لا خالص؟ طبعا في سسبنس، بس السسبنس بقى كان بعد الجواز، لان احنا بقى كنا كل واحد عايز يشوف اللي اتجوزه ده هيطلع ايه. واو، انا عمري ممكن اعمل كده، مستحيل. يعني انا لازم على الاقل ابقى عارف الشخص اللي قدامي كويس واكون بحبها ونقعد مع بعض فتره وبعد كده افكر في الجواز. عندك حق، بس برضه هما بيقولوا ان الحب بيجي بعد الجواز. ده اكيد يعني. انا ستي وجدي اتجوزوا كده وبيحبوا بعض دلوقتي، يعني بقالهم سنين. ايه رايك بقى في المفاجاه دي؟ حلوة قوي، برافو عليك. اصلا من اول الشتاء وانا نفسي جدا في شوربه عدس. اي خدمه. بقول لك ايه، كريم كان كلمني من شويه لو حابين نروح السينما، وهيجيب اسمها ايه صاحبته دي. ندى؟ بالظبط كده. مش قادره خالص، اصلا رحت المكتب النهارده ساعتين وكل الميتنجز كانت بره. بلاش انا النهارده. طب هقول لك على حاجه، احنا ممكن نكلمهم وهم يجوا ونتفرج على فيلم سوا ونجيب عشاء وكده. لا فكك بقى يا حبيبتي، عشان انا قلت لهم بس اوكي على السينما. هو انت ليه يا زياد بتاخد قرارات في كل حاجه من غير ما تسالني؟ يعني افرض انا ماليش مزاج مثلا. لا والله مش قصدي خالص، بس انا عارف انت بتحب السينما فعشان كده قلت له اوكي. ايوه، مش معنى ان انا بحب خروجه السينما ان انا عندي استعداد اروحها كل يوم. هو ايه القفش اللي ملوش لازمه ده؟ مش قفش ولا حاجه، انا ما بحبش طريقه فرض الحاجات عليا كده. يعني انا مطلوب مني دلوقتي اخش البس وانزل من غير ما يكون ليا اي راي في الموضوع. على العموم خليهم يجوا، اهلا وسهلا. ازيك؟ ازيك يا كريم؟ امال فين ندى؟ متخلفه وغيرت رايها في اخر لحظه. طب اتفضل ادخل. امال فين زياد؟ بيصلي العشاء. ده بجد؟ ده اللي اجيب له معايا بيره. هو زياد كده كل حاجه وعكسها. طب احكي لي عملتي ايه في الميتنج بتاع النهارده؟ قصص طويله قوي، هحكي لك عليها بكره ان شاء الله. يا كيمو، زيزو عامل ايه؟ وحشني. وانت كمان يا حبيبي.
خش اقعد، خش. حرما يا شيخنا. جمعا. طب بتصلي يا ابني ولا لا؟ يعني تخطيف كده يعني، بس ان شاء الله هظبط. يا ابني الصلاه دي اهم حاجه. انت بتصلي وبعد تجيب بيره؟ والله مش احسن من اللي ما بيصليش خالص. طيب بما انها بقى قعدة رجاله كده هخش انام انا. صباح على خير. انت ناقله يا حبيبتي. شكلك احرجتها يا معلم. مش هي اللي اتكلمت في البيره؟ رخامه برخامه بقى، سيبك منها، تعالى نلعب بلاي ستيشن. ماشي يا عم الغد، معاك فتاحه ولا هتقعد تفتحهم ببقك بقى والجو القديم ده؟ ببقي يلا. انا لسه قدامي شويه على فكره. على ايه؟ مش هتيجي معايا ولا ايه؟ انا طلبت اوبر اشمعنى؟ عشان مش عايزه اتضايق ولا اعصب نفسي على الصبح. انت قلبه وشك من امبارح ليه؟ عشان عيب قوي تتكلم في حاجات خاصه قدام صاحبك. ليه تقول قدامه ان انا ما بصليش؟ طب ايه المشكله؟ طب ما انت اتريقت عليا انا كمان واتكلمت على البيره. ايوه بس هو صاحبك، يعني عارف ان انت بتشرب بيره، لكن هو ماله هو يعرف انا بصلي ولا ما بصليش؟ انت مش شايفه ان انت مكبره الموضوع؟ لا هو الموضوع كبير، وكويس قوي ان انا ما ردتش عليك قدامه. عيب قوي لما اكون بكلمك وتمشي وتسيبيني. تمام قوي. صباح الفل. صباح الخير. ها نمتي كويس؟ عادي نمت يعني. دي كويسه؟ في ايه يا كريم؟ انت شايفني مالي؟ مش عارف يعني، حاسك متضايقه. من فضلك يا كريم انا ببعت ايميل مهم، في حاجه مستعجله؟ لا ابدا، انا بس جيت اصبح عليكي. بعد اذنك. اتفضل. يا ندى. يا ندى، مش كل مرة في حوار جديد ايه؟ ندى انا واضح وصريح من الاول، من اول يوم. طيب ماشي اوكي، فهميني. لا فهميني. مشغول؟ لا ثانية واحدة. طيب بصي هرجع اكلمك تاني بس عشان اتشغلت دلوقتي. ماشي باي. دي ندى؟ لا دي ماما. اوكي. انا جاي اقول لك سوري، انا حاسه ان انا كان دمي تقيل الصبح. بصراحة انا اتخضيت. انا فكرت اصلا ان انا امشي من الشركة كلها. ايه شغل العيال ده؟ بجد فكرت تمشي؟ والله اهي استقالتي ابتديت اكتبها. لا بجد كرامتي وجعتني قوي، بس انا كرامتي عندي اهم من اي حاجة. هتطلع كده برج الاسد. اشمعنى؟ هما الاسود بيعرفوا بعض، اصل انا اسد برضه. ده بجد؟ يا لهوي، ده الموضوع هيبقى صعب قوي، ده احنا نقعد نطقش في بعض بقى، الصراع على السلطة. بالعكس احنا كده احسن عشان نبقى فاهمين بعض كويس ونلعب على المكشوف. يعني انا عارفه مثلا ان انت عينك على مكتبي. انا؟ خالص ابدا، ابسوليوتلي انا عيني على مكتب صادق. ايه ده؟ ايه ده؟ وطي صوتك، كل عيش. لا انا اكيد بهزر يعني، انا اصلا مش هطول هنا كتير يعني، انا بس بجس السوق و if I like the market هفتح my own business. ايه ده؟ هتبيعنا بسرعه كده؟ لا مش بسرعة قوي يعني، شوية. وبعدين بفكر ان انا اجيبك تشتغلي عندي، قصدي نعم. معايا as partners. اه. بس تعالي ما نبعدش عن الموضوع عشان انا عايز اعرف انت كان مالك النهارده الصبح. عادي، كان مودي مش حلو وخلاص. افهم من كده ان كل مرة مودك ما يبقاش حلو هتعامليني بالاسلوب ده. اكيد لا. انت كنت زعلانة من اللي حصل امبارح؟ يعني انت عاجبك اللي زياد عمله؟ لا طبعا، بس صدقيني هو ما يقصدش. دي مش اول مره زياد يحرجني قدام الناس. وكمان انا طول عمري كنت عايشه في فرنسا، ومامي وبابي ما عودونيش على الصلاه، بس انا بحاول والله. ايه ده؟ tu parles français؟ اه وي بيان سور. اي توا؟ لا هو ده بس اللي انا بعرف اقوله، فما تحرجنيش اكتر من كده. ايه ده؟ في جروب اتعمل احنا الاتنين فيه. ده صادق بيعزمنا على عيد ميلاد مراته.
اهو لسه عامل اد لزياد اهو. هتروح؟ بصي لو انت وزيزو هتروح انا هروح، بس غير كده انا مش هروح. هنشوف. المهم ما تزعلش مني. مش زعلان، خلاص صالحتك، بس ما بتعمليهاش تاني هعملها عشان عادي. والله هو انا ليه ما قلتلهاش ان انا بكلم ندى؟ الو. ايوه يا حبيبتي. ايوه يا زياد. انت لسه متضايقه؟ لا خلاص والله مش متضايقه. طيب شفت المسج بتاعت صادق؟ اه شفتها. طيب هتعملي ايه؟ مش عارفه، لو انت عايز تروح انا اوكي، وكريم كمان قال لو احنا هنروح هيروح. طيب هقوله، بيتهيألي ما عندوش حاجه. طيب اوكي باي. الو. اي كريم، زياد بيقولك تيجي تتغدى معانا. لا انا اللي قلت له هقولك. طيب ماشي، يلا باي. قدام كل الناس فعلا؟ اه والله. هو ابلم وما عرفش يعمل ايه، وفجأة راح واخد بعضه كده وماشي، والناس كلها قاعدة. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. ازيك يا اسمت؟ ازيك انت؟ الحمد لله. احكي لي كريم عامل ايه معاكي؟ ادينا بنتعلم. والله كلنا هنا بنستفيد من بعض، وبعدين احنا اللي بنتعلم منه. كريم ده قصة تانية خالص، انا في حياتي ما شفته مع كتير كده قبل كده. عامة انا اعرف زينب من زمان وشهادتها مجروحة على فكرة. وعرفت بقى انها لسه متجوزة قريب؟ اه طبعا. ربنا يسعدك. حبيبي ربنا يخليك. يلا ادينا بنجرب. لا خير ان شاء الله. طيب عن اذنكم يا جماعة، باي باي. باي باي يا زينب. انتي خلصتي مروحة ولا ايه؟ اه خلاص الساعة 5:30. انت لسه وراك حاجة هتعملها؟ لا انا خلصت. تروحي ازاي؟ بأوبر. حد يطلب اوبر وكريم موجود؟ ينفع كده؟ خلاص اصلا الراجل وصل. انا مفيش الكلام ده، هيتلغي وقتي. حرام عليك الراجل جه. بعدين جوزك هيطمن اكتر وانتي معايا، ولا تحبي نكلمه ونساله؟ لا خلاص طيب هلغيه. اللي مش هيجي عيد ميلاد مراتي هيترفد. هو انا قلت لكم اللي مش هيجي عيد ميلاد مراتي هيترفد؟ خلاص 11 ونص. اسكت ما تسيحش، انا مش قايل لكل الناس. ما تنساش تجيب صاحبتك معاك. باي. طيب هروح اجيب حاجتي بقى. يلا بينا. يا اسمت، مع ان البدايه ما كانتش مشجعه قوي يعني، بس عندي احساس ان احنا هنبقى اصحاب. عندك حق، انا برضو في الاول كنت مقلقة منك شوية. بجد؟ ودلوقتي؟ لا دلوقتي تمام. انت تعرف زينب من زمان؟ زوزو دي قصه كبيره قوي في حياتي. ايه كنتوا مرتبطين؟ اوكي انت اسمك اسمت وقلنا ماشي، لكن تقولي لي بقى كلام زي انتوا مرتبطين وكلام الابيض واسود ده والله مش هينفع نبقى اصحاب. خلاص كنتوا متصاحبين؟ اه كنا متصاحبين. لا وكنا بنحب بعض، كانت قصه كبيره كده. ياه. اكيد بقى اتضايقت قوي لما قالت لك انها اتجوزت. لا بالعكس خالص، لا ده الحوار قديم قوي يعني تاريخي، وبعدين احنا بقينا اصحاب بعديها، وبجد هي زي اختي يعني. بالعكس اتبسطت قوي لما عرفت انها اتجوزت وربنا سترها. قصدي ربنا يسعدها. زياد بيقول نروح لعيد ميلاد. طيب حلو، ام ان.
يا زيزو يا كيمو انت فين؟ ما انتخ شويه بس عشان الخروجه بتاعت بالليل. ده ما انت يا معلم، ما ينفعش، ده انا جايب اكله سمك يا ابني، ايه تستاهل بقك الغالي. مش قادر والله يا زيزو، مش قادر، تعبان. لا مفيش الكلام ده. على الحرام من دينا لما جيت لاجيبك بلبوس. لا انجز. يلا مستنيك. يلا يا ابني بقى خلص بدل ما اعملها معاك. يلا طب خلاص ماشي قشطه. باي يا حبيبي. سلام. الله يخرب بيتك يا زيزو. امسك بقى البربوني دي. لا والله امسك يا بس. مش قادر يا عم مش امسك. قادر. عشان خاطري كل عشان خاطري. انا موسع الاكله دي من اول امبارح وقلت له ما يكلمنيش الا لما يجي له الاكل طازه، يعني الليله دي كلها انا عاملها عشانك. عيب كل عشان خاطرك بس يا زياد، بس والله انا مش قادر. يا عم كله انت ساكت. ايه يا حبيبتي ما بتاكليش ليه؟ لا خلاص انا شبعت، بطني على اخرها. ايه شغل الفرافير ده لسه في كابوريا. كابوريا؟ لا مع نفسكوا بقى. كل شبيه. مش ممكن يا زياد، انت عامل زي خالتي والله العظيم. بطني. ايه ده مش قادر. قلت لك بطل تفاصيل. بطني بتوجعني قوي. طب اشرب شويه شاي. لا انا هدخل الحمام ارجع. ده اخرة بقى ايه زلط السمك بشوكه. مش ممكن، انا شاكه انه بيحب الاكل اكتر مني انا شخصيا. ده اكيد. انت هتقولي لي ده بيحب الاكل اكتر من اي حاجه في حياته. حلوه اللمه دي عليكي. لمة ايه؟ لمة شعرك. وشك حلو، فلما بتلمي شعرك بيبان اكتر. ميرسي. ايه؟ مفيش، بس بصراحة أول ما جيت مصر كنت متخيل إن هبقى لوحدي، يعني بما إن أمي وأبويا عايشين في أبو ظبي وأخويا الله يرحمه، تقريبا ماليش حد هنا. بس بصراحة أنتي وزياد يعني محسسيني إن عندي عيلة. ايوه طبعا احنا اخواتك، وبعدين سبحان الله على موضوع الشغل ده. ترتيب غريب بس حلو. انتوا اتصالحتوا؟ احنا ما كناش متخانقين، انا كنت زعلانه شويه وخلاص، وبعدين هو كلمني صالحني. عامة يعني محدش يقدر على زعلك يعني. طب انا هقوم اطمن عليه. طيب انا اروح اخد شاور بقى عشان مستعد بالليل. اوكي. ايه يا حبيبتي يلا. ايه رايك؟ شعري حلو؟ زي القمر حبيبتي، يلا بينا بقى. انت ايه اللي انت لابسه ده؟ مين ماله لبسي؟ يعني ما لقيتش غير البلوفر الموبر القديم ده تلبسه؟ معلش يا حبيبتي، هو قديم بس انا بحبه، شكله عاجبني، وبعدين هناك المكان ضلمه محدش شايف حاجه. ممكن يلا بقى عشان ندى وكريم مستنينا تحت واحنا كده متاخرين. طب نضف جزمتك. ماشي في العربيه يلا. هو احنا هنروح كلنا بعربيه واحده؟ فيها مشكله عندك؟ لا مفيش مشكله يعني، بس انا ندى دي مش حباها خالص. حبيبتي وانت ما بتحبيش حد خالص؟ طب انت تعرفيها منين عشان تحبيها ولا ما تحبيهاش؟ انت شفتيها مره واحده في حياتك، وبعدين كريم نفسه انت ما كنتيش بتحبيه، ولما اتعاملت معاه قلت عليه حد لطيف وكويس وبتاع. يلا بقى يا ماما بقى خلصينا بقى. انا كنت بقول رايي يعني. طب يلا. بقول لك ايه، هو انت رجعتي من الشغل ازاي النهارده؟ مع كريم. مع كريم؟ ما قلتليش ليه؟ ما قلتلكش امتى، قبله ولا بعد؟ قبل او بعد او اي حاجه. انت ايه اللي فكرك؟ لا عادي، بس اوبر ما بعتليش مسج زي كل مره فاستغربت فقلت اسالك. وانت اللي ضايقك اني ما قلتلكش ولا ان انا رجعت مع كريم؟ بص يا حبيبتي، كريم زي اخويا وانا ما عنديش مشاكل معاه، بس الناس مش هتفهم كده، تمام؟ يلا يا ماما اخلصي. هما اتأخروا كده ليه؟ ولا اتأخروا ولا حاجة، ما بقالهمش 5 دقايق. كريم أنا في حاجة مضايقاني. ايه اللي مضايقك يا ندى؟ هو ليه لما بتصل بيك مش بترد عليا؟ حتى الواتساب بتدخل وتشوف وبتعمل عندي سين وبرضه ما بتردش.
لا خالص على فكرة. أنا ما بردش عشان ببقى مشغول، وبرجع أرد عليكي أول ما بفضى. فبليز بلاش تاخدي الموضوع بشكل شخصي. I'm good. هاي. معلش اتاخر. يا جماعة عادي. انا اسف. ايه يا زيزو؟ مرة ازيك ايه يا الحلاوة دي؟ بقول لك ايه، انا جايب لكم ازازة من الديوتي فري اللي انت بتحبها. زينب اقعدي لي مع كريم واسمك بقى وخلصي لي الموضوع ده، ظبطه لي عشان خاطر محمود الالف يهوش لي دماغي وعمال يرغي. يعني وقت الكلام ده دلوقتي، خلينا نفصل بقى شويه. افصلي يا اختي افصلي. حبيبي يا مستر صادق. زف كيمو اسمك قمر اتفضلي حبيبي. وحشنا زوجك. وحشني ايه جراني يا عمرو. لا ما تعرفش ندى. الو صادق مديري. الو رنوش مراتي عارفينها ولا ايه؟ زعلان. كل سنة وانت طيبة. طيبه. اهلا ازيك. قول لي بقى الراجل ده عامل معاك ايه؟ الراجل ده فرود يا معلم. اقول لك حاجه؟ لولا اسمك مراتك انا كنت نطرتها وحطيته مكانها. يا باشا خدها. ايه ده اللي انا سمعته ده؟ انا سمعت صح؟ لا خالص يا حبيبي مش لا انا سمعت صح. والله يا حبيبتي والله يا حبيبتي. انا بحب اكتر من اسمك مراتي. يا عم يا ربنا يحبكم في بعض. ترقصي معانا ليه؟ مش قادره، مهدوده. تحبيش الرقص ولا ايه؟ لا بحب. مبسوطة؟ وانت؟ مبسوطة قوي. بيبي ايه؟ اروح بس اسلم على ناس اصحابي. فين؟ هناك؟ مين بقى؟ ماشي. اوكي ماشي. يلا. ماشي. هي راحت فين؟ راحت تسلم على ناس اصحابها. بس عامله لك عمايلها النهارده. عادي يعني. لابسه لها الحمل بس. تلاقي قعدت 3 ساعات عند كوافير. بس عموما شكلكم مبسوطين مع بعض يعني. في اللطيف يعني. ايه في اللطيف دي؟ اصلا كل الناس واخده بالها ان انتوا ميتين في بعض، حتى صادق قال لي كده. لا هو بس توقع مش اكتر. توقع هو انتوا ليه بتشربوا كتير قوي كده؟ احنا مش بنشرب كتير ولا حاجة. وبعدين انا بعرف اخلي بالي. خلي بالك ازاي بقى؟ لا بخلي بالي من الشرب، يعني ممكن كمان شوية كده مواضيع تقلب بصراحة واعترافات. ليه، وانت عندك حاجه مخبيها؟ كل حد فينا عنده حاجة مخبيها. اولا انا ما سالتش عن كل حد، انا بسالك عنك انت. اكيد. وانتي؟ انت مش بتقول كل واحد عنده حاجه مخبيها؟ يبقى اكيد انا كمان عندي حاجات مخبيها. حلو ده. بس فعلا الشرب بيخلي الواحد عايز يتكلم. طب ما تتكلمي. انا انتي ايه؟